بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رمضان كريم علينا وعلى المسلمين وعلى الأمة الإسلامية جميعا. يا رب نكون جميعا بألف خير وسنة سعيدة وشهر عظيم علينا يا رب وعلى الجميع. معانا كده أكلة حلوة قوي وشهية جدا جدا، تتعمل بقى في المناسبات، تعمليها أكلة لوحدها زي ما انت عايزة، سجليها عندك، يعتبر من أكلات رمضان أو أكلات الصيف. تعالوا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة زي ما متعودين. معانا زبدة ومعانا توم ومعانا البهارات بتاعتنا الموجودة عندنا كلنا، ومعانا الشبت والكزبرة. بس كده، بس كده. تعالوا بقى نجيب الكبة بتاعتنا الحلوة. ما كانش فيه كبة يبقى فيه خلاط. بطريقة سهلة وبسيطة. الخلاط مش هيدور معانا، لا، نص كوباية مية كده كله هيدوب معانا. معانا بابريكا ومعانا شطة ومعانا ملح ومعانا كزبرة ومعانا كركم ومعانا ملح طبعا. ونظبط التركة بتاعة الملح، نظبط التركية بتاعة الملح، ومعانا سنة من القرفة، ومعانا كمان فصوص من الحبهان، فصين 3 كده من الحبهان. وهنحط التوم وهنحط الزبدة. وتعالوا بقى نجيب المقص ونقطع الخضرة بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة ومش متعبة زي ما احنا متعودين مع بعض. تتبيلة حلوة قوي للفراخ ايا كانت مشوية او معمولة صينية، او ان انت تشويها على الفحم زي ما انت عايزة، بطريقة سهلة وبسيطة ومش متعبة. وان انت لو بتشتغلي وما عندكيش وقت، في ثانية كده هتعمليها بطريقة حلوة قوي. هنحط كمان هريسة من الشطة أنا اللي عاملاها. بنجيب فلفل حار على بارد على توم على زيت، وبنديلهم ضربة كده في الكبة. هعملها برضو فيديو معاكم بطريقة حلوة وسهلة وبتنفعكم في الوجبات كلها. أنا بحطها لغاية المحشي، مش قادرة أقولك بقى تعمل إيه في المحشي كمان. هفرم بقى كل ده مع بعض. أنا بشوف هنا الاتجاه بتاع الكبة، عاملة لكم ريفيو عنها. هنفرم بقى كل طريقة الكلام ده سهلة كله مع بعض ولذيذة. لما لغاية تعالوا ما بقى ينعم نبدأ خالص. نشغل الكبة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، وهنفرم نفرم نفرم كل المكونات مع بعضها، لازما تاخد الزبدة وتدي تبقى بقى كده مع بدرجة نفسها. حرارة طريقة المطبخ سهلة عشان ان وبسيطة هي ومش متعبة تتفرم ومش معاكي مكلفة. كويس قوي في الخلاط او في الكبة. لازما الزبدة تبقى بدرجة حرارة المطبخ. ضربتين حلوين، تخرجيها ما قبلها كانش في بشوية كبة من في التلاجة. خلاط، يعني مش هنقف على طريقة حاجة سهلة احنا وبسيطة. عارفين ومتعودين مع بعض. لو شايفين انا هنا بتشتغلي بحاول ان او انا مفيش انزلها عشان عندك انا وقت عايزاها تتفرم وجالك ناعم ضيوف قوي او قوي قوي. اي حاجة، في اي وقت في ثانية كده هتعمليها بمنتهى البساطة. الله على الجمال والحلاوة والريحة بقى، مش قادرة اقولك الريحة عاملة ايه في المطبخ. ريحة التتبيلة دي حلوة قوي قوي، من انواع التتبيلات الرائعة. الله الله الله، شايفين الجمال؟ الله على الجمال. هنجيب بقى كده البولة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وهجيب الفراخ بتاعتي طبعا مغسولة ومنقوعة ومتصفية. يعني مغسولة ومنقوعة ومتصفية. ناخد بالنا من التركة بتاعت متصفية. احنا اتكلمنا على تركة ان احنا نصفي الفراخ كويس قوي، بحيث ان ما يبقاش فيها مية عشان الريحة بتاعت الزفارة بتاعتها، او لو فراخ زفرة ما تبقاش فيها زفارة. لازما المية تبقى متصفية. طبعا كده انا مش عارفة اقلب كويس. هنتعامل بقى يا جماعة، بس الاول هنشيل الحاجات دي الاول. تعالوا بقى نقطع ايه، بصلتين كده حلوين. بس هنقطعهم بقى ازاي؟ تعالوا كده نجيب البلانشة بتاعتنا ونجيب بصلتين كبار او صغيرين زي ما احنا عايزين. عايزه تستغني عن تركه البطاطس دي، ما فيهاش البصل، ما فيهاش مشكله، بس البصل بيدي تيست حلو قوي. عايزه تحطي كمان معاها بطاطس ممكن، على فكره برضو تحطي معاها كمان بطاطس، بس انا هنا ما ضفتش بطاطس. انا قطعت البصل اللي معايا جوليان كده او حلقات بطريقه مناسفه، عشان ان انا هفكه معايا في التتبيله بتاعه الفراخ. طريقه سهله ولذيذه ومعاكو واحده واحده، ومش مسرعه الفيديو ولا اي حاجه ولا موقفه ولا اي حاجه. طريقه سهله وحلوه وجميله جدا جدا.
ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية. اهم حاجة نظبط التركة بتاعة الملح والشطة عشان نبقى واخدين بالنا، عشان احنا في صيام، فاحنا نظبط نفسنا في الملح وفي الشطة. كده تمام، كده تمام. تعالوا بقى ايه نتعامل ونقلب كل الكلام ده. طبعا المعلقة هنا مش هتنفع خالص، طبعا مفيش محدش يقول لي جوانتي وكلافز ومش عارفة ايه والكلام ده، دي اكلنا يا جماعة واحنا اللي هناكله واحنا حرورين. عايزة تعملي زينا ما فيهاش مشكلة، عايزة تلبسي جلافز برضو عادي، البسي جلافز بتاعك عادي. هبدأ كده ان انا افرد البصل، الحلقات اللي معايا افرده كده بايديا الاول، وبعدين اخد التتبيله مع الفراخ ان انا اعمل لهم كده زي مساج كده مع بعض، او ان انا اقلب التتبيله بالفراخ عشان التتبيله تبقى واخده راحتها، او الفراخ تبقى واخده وشاربه من التتبيله زي ما احنا شايفين كده مع بعض. لان انا طبعا مش هقعدها في التتبيله ولا حاجه، ولا لبن هنا بقى، ولا زبادي، ولا ميه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص. يعني لا لبن ولا زبادي ولا ميه ولا اي حاجه. شايفين تتبيله حلوه وسهله ولذيذه وموجوده عندنا في كل بيت. طبعا هنا اللي هيقول لي بقى طب بديل الزبده ايه؟ طبعا السمنه، وبديل السمنه ايه؟ الزيت، عشان بقى ما نبقاش مختلفين عن الماده الدهنيه. عرفنا البدايل بتاعة المكونات اللي معايا. بديل السمنة، بديل الزبدة السمنة، وبديل ال السمنة الزبدة. بنتي هنا بتقولي ايه يا ماما الريحة الحلوة دي؟ قلت لها انا بصور. واخدين بالكم؟ هنا بقى بتتبلي الفراخ بصي انا عايزاها تشرب من التتبيله وانتي بتعمليها كده. شوفوا انا هنا بعمل قطعه قطعه عشان كلها تبقى شاربه التتبيله. هنا الريحه مش قادره اقولك عامله ايه في المطبخ، وبنتي جت من بره بتقولي انتي ايه الريحه الحلوه دي يا ماما؟ شايفين بقى الجمال؟ الله على الجمال. كده خلاص الفرخة معايا تمام وبقت 100 فل و14. وطبعا هنا انا مقطعة الفرخة، يعني انا مقطعاها قطع صغيرة. يعني انا جبت فرخة كده قطعت لها تمن ايه ده، انا قطعتها ستة ستة 12 قطعة. يعني انا قطعت الفرخة 12 قطعة. انت بقى عايزة تقطعيها 4 ماشي، عايزة تقطعيها 5 ماشي، زي ما انت عايزة. انا قطعتها هنا والله العظيم 12 قطعة، يعني كل الورك 3 والورك التاني 3، يبقى كده 6. 6 و6 فوق يبقى ايه؟ 6 و6 12. انا قطعت الفرخة 12 قطعة وعملتها بالتتبيلة الحلوة دي عشان مش هتاخد مني سوا كتير ولا هتاخد مني وقت كتير. فانا قطعتها التقطيع ده عشان مش هتاخد يعني وقت قصير قوي قوي في التتبيلة وفي التسوية. كمان هنا بوريها لكم كمان من قريب ومن بعيد اهو، عشان نبقى واخدين بالنا من كل حاجة. تتبيلة حلوة ولذيذة وشهية جدا. تعالوا بقى انا جبت الكوباية زي ما احنا شايفين مع بعض، وهحط هجيب بقى طبعا القلاية بتاعتي. انا هحط الفراخ النهاردة في القلاية، عشان كل اللي يقول لي بقى انت بتعملي في القلاية ايه، انا بعمل فيها كل حاجة. هحط بقى كوباية مية في القلاية، وبعدين هرص الفراخ بتاعتي، وكمان ترنشات ليمون اهو. وهحط بقى الفراخ زي ما هي كده، زي ما هي كده في القلاية. هنزل بقى كل التتبيلة بتاعتها كلها كلها حتى اخر قطعة. شايفين الجمال؟ وشمينه؟ لا مش شمينه ولا ايه؟ هحط كمان الترنشات اللي باقيه معايا من الليمون. عايزه تضيفي الليمون ماشي، مش عايزه تضيفيه هو بيدي مزازه حلوه قوي مع التتبيله. مش عايزه تضيفيه ما فيهاش حاجه، انت وراحتك. شايفين الجمال؟ الله على الجمال. يلا بقى على القلايه، يلا على القلايه. انا بقربها لكم عشان اوريها لكم ان هي متقطعه قطع صغيره، مش كبيره، وعشان ما تاخدش مني لا وقت لا في السوا ولا في التتبيله. واصلا انا ما قعدتهاش وقت كتير في التتبيله، وانا ايه تبلت وحطيتها في القلايه وعلى طول ايه هشغل القلايه على طول. انا بصورها لكم ازاي عشان تبقوا ايه واخدين بالكم من البصل ومن التتبيله ومن الفراخ متقطعه ازاي، وتبقوا شايفين كل حاجه.
يلا بقى نحطها على درجة حرارة 180. هعملها الأول على 20 دقيقة، وبعد كده بعد ال20 دقيقة هنشوف الفراخ عاملة ايه معايا. انا طبعا هنا ما عملتهاش اي برنامج خالص، انا عملتها التايمر الوقت والبتاع بس. وشايفين بقى الله على الجمال يا جماعة، والله العظيم الريحة واو. الريحة مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ايه. هقلبها بقى الناحية التانية. طبعا هنا البخار بتاع المية بيطلع على الفراخ، ملوش علاقة خالص بالفرخة. هو بس البخار بيطلع مع البتاع، لان هي القلاية بتاعتي حلتين، بحلة صفاية كده زي الصفاية والقلاية. فأنا طبعًا حاطاها، حاطة المَيّة مش طايلة حتى الفرخة، هي بس البخار بتاع الفرخة، بتاع المَيّة قصدي بيطلع بيسوي الفرخة وبيخلّيها طبعًا باللون ده. شايفين الجمال؟ كده بعد تِلت ساعة، بعد تِلت ساعة. هاسيبها كمان تِلت ساعة زيّهم، وبعدين نشوف الدنيا عاملة إيه. شايفين حلوة إزاي يا ولاد؟ 180 أهو. كده التايمر كان باقي دقيقة، لكن هاخلّيه يعدّي دقيقة عشان أحسب تاني، وهنشوفها تاني. شايفين هنا كده خلاص هي استوت. الفرخة بتاعتي خلاص استوت، بس عايزة تاخد لون معايا كمان من الناحية التانية. فأنا إيه باحاول كل من وقت للتاني إن أنا أقلّبها. طبعًا أنا ما قعدتهاش في الوقت ده على 20 ثانية، أنا قعدتها بالضبط 15 دقيقة، وال15 على يعني هي خدت مني بالضبط ساعة إلا ربع. شايفين الفرخة كده مستوية معايا، والله أروع الروايح بقى. يعني أنا بُصّوا مش قادرة أقول لكم الجمال بقى، الجمال هنا عدّى الكلام. هي كده الفرخة معايا استوت، مش عايزة أي كلام. هاحاول بقى إن أنا أخرّجها من القلاية، وإيه أقدّمها في سيرفيس تقديم زي ما هي كده، مش هتقول لأ طبعًا. بطريقة سهلة وبسيطة. مش قادرة أقول لِك على الريحة عاملة إيه، على البصل اللي هيتاكل الأكل ده. تعالوا بقى نشوف هنقدّمها إزاي، يالّا بينا. الله يا جماعة، الله، الله، الله. شايفين الفراخ دايبة، بتقول لك أنا دايبة. دايبة في إيه مش عارفة. دايبة، دايبة، إحنا عايزين ندوبها إحنا بقى. شايفين الريحة يا جماعة؟ الريحة الله على الريحة، والله على الجمال. بطريقة سهلة وبسيطة، وهتعمليها إنجاز كده، إنجاز. جاية من الشغل يعني على ما تعملي أي حاجة في أي حاجة هتلاقي الأكل استوى. شايفين الليمون والحبشتكنات بتاعتها، الله. بصوا احنا مش هنسيب ولا فتفوتة، ولا هنزين الطبق بتاعنا ولا اي حاجة. انا هنا كنت بجيب من القلاية احط في السيرفيس بتاع الاكل. كل ده بقى طبعا شايفين انا بلمه ازاي، وهشيله طبعا احطه في الطبق بتاعي التقديم. انا مش قادرة اقولك ان الحاجات دي كلها هتتاكل قبل الفراخ نفسها. يعني بصوا البصل ده هيتاكل قبل الفراخ نفسها، مزز مزازة وحلو وطعم طعامة مش قادرة اقولك عامل ازاي. الفراخ طبعا زي ما احنا متعودين، قلت هتعمليها في طاسة على البوتاجاز ماشي، هتعمليها في القلاية ماشي، هتعمليها في الفرن ماشي، كله ماشي، احنا مش هنقف على حاجة. شايفين البصل؟ الله على الجمال، الله الله الله. ولا هزين بقى الطبق بتاعي ولا اي حاجة.